لو عندك فراخ وعايزة تعملي بيها حاجة مختلفة وسريعة يبقى مفيش أنسب من كفتة الفراخ. تعالى أقولك ازاي تعملي كفتة الفراخ وتطلع معاكي طرية وبالجمال والحلاوة دي، وبجد مش هيبطلوا يطلبوها منك من طعامتها وحلاوتها. واول حاجه يا حلوين نسمي الله، ويا ريت تدعموني بلايك وتقولي لي في الكومنتات جربتوا تعملوا الفراخ قبل كده كفته ولا لا، واللي ما جربش عايزاه يجربها بطريقتي ويقول له رايه فيها بصراحه. ونسمي الله كده. وفي الكبه بتاعتنا هضيف بصلايه متوسطه وفلفلايه حمراء وفلفلايه صفراء يكون حجمهم متوسط وفص توم صغير. بس كده هضربهم بقى ضربه محترمه مع بعض وانعمهم كويس قوي. وبعد ما بضربهم بيبقى ده شكلهم. محتاجين بقى ان احنا نصفيهم في مصفى كده، علشان عايزين الخضار ده يصفي كل ميته، عشان الكفتة بتاعتنا ما تفكش مننا بالشكل ده كده. وطبعا المية اللي هي نزلت من الخضار دي مش هنرميها، هنركنها على جنب دلوقتي عشان هنحتاجها. وعندنا بقى صدر فرخة كامل كده هقطعه بعد طبعا ما غسلته ونقعته واتظبط. هقطعه كده قطع صغيرة علشان هنفرمه برضو في الكبة. تمام. لو ما عندكيش كبة تقدري تجيبي طبعا الفراخ مفرومة وجاهزة. وبعد كده ما نضربهم كويس قوي ونفرم الفراخ خلاص، هزود بقى البهارات بتاعتنا اللي هي معلقه صغيره من الفلفل الاسود والبابريكا وسبع بهارات وبهارات فراخ ورشه قرفه بسيطه قوي والملح بس كده. وهحط عليهم كمان الخضار اللي احنا صفيناه. وبس كده، دي كده كل مكونات الكفته. هضربها بقى كويس قوي وانعمهم مع بعض. وعندنا بقى عصيان الشيش تاووك بجهزها كده واحطها انقعها في شويه ميه علشان لما ندخلها الفرن ما تتحرقش مننا. وفاكرين بقى شوية المية اللي هم العصارة من الخضار، بحط عليهم معلقة كاتشب أو صلصة ومعلقتين زيت كده ورشة فلفل اسود ورشة بابريكا، وكده جهزناهم علشان دول هنصبع بيهم الكفتة. ده كده بيكون شكلهم. هنسيبهم على جنب دلوقتي ونرجع بقى للفراخ بعد ما ضربناها هي والخضار والبهارات. ده كده بقى شكلها. شايفين بسم الله ما شاء الله، نعمت وبقت تحفة. بس انا شايفة ان قوامها طري شوية، فهزود بقى دلوقتي نص معلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقتين كبار من البقسماط المطحون. وهبدأ اخلطهم كويس قوي. البيكنج باودر بقى هيخلي الكفتة بتاعتنا هشة كده ونافشة ومفرغة من جوه وتحفة. وطبعا البقسماط هيمسك الفراخ كده وما يخليهاش تفك مننا. وبس كده، بعد بقى ما بقلبهم تقليبة حلوة مع بعض، هبدأ بقى اجيب عصيان الشيش طاووق وبعدين انشفها كويس قوي من المية وابدأ اصبع بالشكل ده. الاول كده يا حلوين باخد عصايتين من عصيان الشيش طاووق مع بعض، وطبعا بعد ما نشفتهم وخلاص، وببدأ اخد قطعة فراخ بالشكل ده كده اثبتها الاول كده على عصيان الشيش طاووق. وبعد كده ببل ايدي بقى من الخليط اللي احنا حضرناه مع بعض اللي هو عصارة الخضار، وابدأ كده اشكلها واصبعها بالشكل ده. بجد ما بتاخدش اي وقت خالص وسهلة جدا وتحفة. في صينية بقى دهنتها دهنة زيت محترمة وهبدأ ارص فيها كده الكفتة بتاعتنا. وبسم الله ما شاء الله الكمية دي عملت معايا الصينيتين دول زي ما انتوا شايفين كده. هدخلها بقى فرن سخن في الرف اللي في النص والنار شغالة من فوق ومن تحت على اعلى درجة حرارة. يا دوبك اول 5 دقايق كده بخرجها وبتبقى شكلها كده. نبدأ بقى بالخليط اللي هو عصارة الخضار ادهن كده وشهم بالشكل ده. اهم حاجة بعد 5 دقايق بس نطلعها وندهنها كده. بتكون بقى الكفتة بتاعتنا بدأت تتشمع كده. وبصوا بسم الله ما شاء الله تحفة. هدهنها كمان وبعدين ادخلها تاني الفرن بنفس الطريقة تاخد بقى وش وتستوي براحتها كده حوالي 5 دقايق تانيين. يعني هي بتاخد في الفرن كله 10 دقايق بس وبتبقى استوت وبالطعامة والحلاوة دي. شايفين بسم الله ما شاء الله لونها تحفة قد ايه. وبجد بتبقى طرية وخطيرة. لازم تجربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي واكلة مختلفة وطعمها يجنن. لو عجبتكم بقى يا حلوين ما تنسوش تعملوا لي لايك ومتابعة وتقولي لي طبعا رأيكم في التعليقات، وتعملوا شير كتير للفيديو علشان الكل يستفاد.